السناوي وجمال فهمي، مجموعه قهوه الزمالك دي برضو بتطورك وتنميك. انت فكره ان انا مش في لينا حي الزمالك، في قهوه في حي الزمالك بيقعد عليها اغلب يعني الاستاذ بهاء طاهر الاديب العالمي بيبقى موجود، الاستاذ عبد الله السناوي، الاستاذ جمال فهمي، واحنا ما الاستاذ يحيى قلاش، مش عايز انسى حد. تبقى قهوه معروفه للصحفيين كده؟ لا احنا المجموعه دي اللي هي مجموعه مرتبطه، واللي هي برضو اغلبها ليه هوى ناصري او اغلبها هوى يساري، فدول على طول. وما زلنا لان جماعاتنا الظروف بقى جماعتنا. كان معاكم بقى حمدين صباحي وكده ولا؟ وحمدين طبعا، حمدين اساسي في الموضوع يعني. انما المجموعه دي اساسا اللي جمعها العمل النقابي، لان احنا لما بعد ما خرجنا من الجامعه كان العمل النقابي كان هو حاجه مهمه بالنسبه لنا، اللي هو فكره ان يبقى في استقلال للنقابه، فكنا عاملين حاجه اسمها تيار الاستقلال في النقابه. فهو دوت التيار بقى اللي كان فيه بقى زي ما بقول لك استاذ جمال فهمي، عبد الله السناوي، يحيى قلاش، يعني اقول لك. طب اسالك سؤال، كل الصحفيين اللي انت بتقول لهم دول ليهم انتماءات بقى اهلاوي وزملكاوي وبيعشقوا الكوره ولا كده، ولا في منهم ملوش علاقه؟ بص جمال فهمي ملوش، جمال فهمي ملوش في الكوره خالص. لا اللي هو يعني لطيف قوي، لازم تقعد تسمعه بيتكلم على الكوره. استاذ جلال عارف زملكاوي. ياسر رزق برضو بيبقى معانا. اسماعيلاوي زملكاوي. طبعا ابراهيم عيسى الشيخ الزملكاويه. عمرو خفاجه زملكاوي. يا اخي كلهم تقريبا مصر كلها زملكاويه يعني. كل اغلب الصحفيين اللي اعرفهم اغلبهم. مين اهلاوي طيب؟ مين كنت يعني ما اتذكرش. لا في طبعا يعني في الصحفيين اللي بيقعدوا اغلبهم لا، اللي ملوش لا اما بيبقى زملكاوي، لا اما ملوش لا اما زملكاوي. وبعد كده هي فيها عمليه قهر، وخصوصا ان هم الناس دي تحب جدا تقف مع المظلوم. لا لطيف يعني. مثلا تكتشف مثلا ابراهيم عيسى مثلا، يحيى ابنه ايه طالع ايه؟ يحيى ابن ابراهيم عيسى ايه اهلاوي. لا يا راجل، وابراهيم اللي مصر يطلعه اهلاوي. يا ابراهيم ما ينفعش ده. يقول لك لا اصل انا يعني انتوا ليه عايزين تطلعوا يطلع محبط؟ انتوا مش عايزين ليه ما بقى سعيد؟ هو فعلا عنده وجهه نظر. عمرو اديب كان معاكم؟ لا عمرو اديب كان اعلام برضه. لا بتبقى لا هو دفعه قبلينا، مش دفعه، احنا دفعه 87. انما بتبقى فكره ان لما بقول لك ابراهيم عيسى عايز يطلع ابنه اهلاوي وطلعه اهلاوي. ويعني يحيى عنده قد ايه؟ اهلاوي ابن ابراهيم عيسى اعتقد بتاع 10 سنين او اهلاوي. مع ان ابراهيم عيسى ده متطرف في زملكاويته جدا. وابراهيم ما ينفعش الكلام. واضح ان كمان بقى دلوقتي يحيى بقى بيمثله مشكله ما بيتفرج على ماتش الاهلي. انا عايز اقول لك انه بيروح تمرين الاهلي دلوقتي. يعني ابن ابراهيم عيسى بيروح تمرين الاهلي. لا مش بيمثله مشكله، لان بقى طبعا انت الجيل المختلف دوت بيشوط جامد ومش قادر يحس بمشاعر ولا والده ولا جده ولا اخوه شادي. ولا شادي عيسى ما كان معانا في الاعداد. شادي طبعا. فبقول لك فمطلعه هو ابراهيم برضه ليه وجهه نظر يعني ممكن اكون مختلف معاه شويه فيها. عايز يسعد ابنه، يقول لك الاهلي هو مصدر السعاده. طب انا ليه اكئبه؟ يعني انت عندك بنات يا اسامه؟ انا عندي بنتين.